المملكة المغربية قررت تفرض فيزا إلكترونية مؤقتة على مواطنين من دول مغاربية وإفريقية، والسبب هو تنظيم بطولات كأس إفريقيا لكرة القدم اللي غادي يستضيفها المغرب. هذه الخطوة خلقت بزاف ديال الجدل، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث أن السلطات المغربية قررت تفرض الفيزا الإلكترونية المؤقتة على مواطنين ديال 8 دول إفريقية وعربية واللي كانوا معفيين منها من قبل، واللي هما الجزائر، تونس، السنغال، بوركينا فاسو، راس الأخضر، الغابون، النيجر والطوغو. هذا القرار ما عجبش بزاف ديال الناس مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في تونس والجزائر، بحيث أن البعض قالوا بلي المغرب كيستعمل هذا الحدث الرياضي لأهداف سياسية، خصوصا في ظل التوتر القائم بين الجزائر والمغرب. بعض الإعلاميين والمؤثرين التوانسة عبروا عن استغرابهم من فرض الفيزا على المواطنين التونسيين، واعتبروه مخالف اللي كان متفق عليه في معاهدة اتحاد المغرب العربي، واللي هي واحد المعاهدة صدرت في مراكش عام 1989 بين المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، باش يديروا واحد الاتحاد اقتصادي ويسهلوا التنقل بين البلدان. ولكن الاتحاد بقى واقف بسبب المشاكل السياسية، خصوصا بين المغرب والجزائر، بحيث انه لو كان هذا الاتحاد خدام مزيان ما كانوش الناس غادي يحتاجوا الفيزا باش يدخلوا للمغرب. ولكن دابا كل دولة كدير القوانين ديالها، والمغرب فرض فيزا إلكترونية مؤقتة حتى على الجزائر وتونس في الفترة ديال كأس إفريقيا لأسباب أمنية. وفي المقابل كاين اللي شاف أن هذا الإجراء هذا عادي وتنظيمي، خصوصا أن المغرب كيستعد يستقبل أعداد كبيرة من المشجعين، وخاصو ينظم عملية الدخول للتراب المغربي. وحسب إعلام مغربي، الهدف من هذا القرار هو تنظيم ورقمنة عمليات السفر، خاصة أن المغرب كيشوف البطولة فرصة لاختبار القدرات التنظيمية والأمنية ديالو، استعدادا لتنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال. وهذا الإجراء اللي دار المغرب أمني بالدرجة الأولى، ومن المحتمل يكون الأسباب أمنية مرتبطة ببعض الدول، حيث ما كاين حتى شي بلد في العالم ما كيتعرضش لمحاولات اختراق من طرف تنظيمات أو مخابرات دول معادية. هذا الشيء ممكن يقيس تونس، المغرب أو الجزائر، وبالتالي الإجراءات الأمنية كتجي باش تحمي حتى الضيوف اللي غادي يجيو من هاد البلدان. والمغرب دار تسهيلات رقمية كبيرة باش الناس يحصلوا على تأشيرة إلكترونية بسهولة، وما كاينش شروط تعجيزية للمنع ديالهم. والهدف ديال هذه الخطوة هذه هو الضبط الأمني وحماية الزوار. وبالعكس، ملي كيدخل المواطن جزائري أو تونسي للمغرب فكتزاد على الدولة عبء أمني باش تحافظ على السلامة ديالو. هاد التأشيرة هذه مؤقتة ومحدودة في الزمن، وهذا القرار ما كيعنيش الناس اللي عندهم وضعيات خاصة بحال التونسيين اللي مزوجين بمغاربة أو اللي عندهم إقامة أو عمل في المغرب. وبالتالي ما خصناش نعطيو هذا الموضوع أي تأويل سياسي، حتى لو بعض الإخوان في تونس شافوه بهذه الطريقة. في الحقيقة هو قرار تنظيمي وأمني ماشي سياسي نهائيا. فهذا القرار هذا ما عنده حتى علاقة لا باعتبارات سياسية لا بخلفيات أخرى. الموضوع كامل غير تنظيم ديال بطولة قارية، والإجراءات اللي كيتاخدوا ضروري تكون عندها خلفية تنظيمية وأحيانا تكون أمنية باش يوفروا شروط السلامة. والدليل هو أن هاد الدول الثمانية اللي شملها هذا القرار بزاف منهم دول شقيقة، وعند المغرب معهم علاقات سياسية قوية ومتطورة. فمثلا الرأس الأخضر عنده قنصلية في الأقاليم الجنوبية المغربية، ونفس الشيء بالنسبة للسنغال وبوركينا فاسو. هذا الشيء كيبين أن القرار ما عندوش علاقة بالسياسة. فبزاف ديال الدول من قبل اللي انضمت تظاهرات عالمية دارت نفس الإجراءات. فمثلا في كأس العالم 2018 في روسيا حتى هي فرضت نظام تأشيرات إلكترونية على الجماهير اللي جاية من بلدان مختلفة. وحتى في أولمبياد لندن 2012 كانوا كيديروا إجراءات مشددة على الدخول والخروج لأسباب أمنية وتنظيمية. هذا الشيء كيبين أن الهدف ماشي سياسي، وإنما باش يضمنوا السلامة ديال الجميع وينجحوا في التنظيم بلا مشاكل. ولكن بعض الأصوات كتقول أن المغرب خاصو يعطي امتياز لجيرانو بحال تونس بحكم الروابط المغاربية. اللي خصنا نعرفوا أن المغرب كيتحمل مسؤولية تنظيم البطولة والنجاح ديالها، وهذا الشيء مكسب ماشي غير المغرب ولكن حتى لشمال أفريقيا والقارة كاملة، خصوصا أن هذه الكأس هي فرصة باش المغرب يبرهن أنه قادر يستضيف تظاهرات عالمية بحال كأس العالم 2030. وبخلاصة القرار ديال التأشيرة اللي دار المغرب ما موجهش ضد أي دولة، بالعكس راه إجراء تنظيمي وأمني باش يضمن السلامة والنجاح ديال هذه التظاهرة هذه. والمغرب باغي يحافظ على صورة زوينة قدام العالم، وباغي كل شيء يجي ويستمتع في ظروف أمنية ومريحة. والهدف الأول والأخير هو تنظيم المحكم وحماية الضيوف والجماهير، وهذا الشيء في صالح الجميع. كنشكركم على حسن المتابعة. كان معكم عدنان سلطان، نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.